العد التنازلي مكمل، قربنا على تحفة عالمية في الشرق الأوسط. 32 دولة بيتنافسوا على الجائزة النهائية على المسرح الأكبر في كرة القدم. الله يخليك ركز معايا، أنا حاطط فلوسي كلها في الرهان هذا. إجابتي أكيدة، البرازيل. البرازيل شكوى والله بعد شو نسوي؟ إن شاء الله الأرجنتين يا أبو عم. يا الحبيب متأكد إن هذا السوبر كمبيوتر؟ ده مقفل كل الماتشات، ده بقول لك بيتفرج على الدوري الإيطالي. الأرجنتين والله الأرجنتين. يا ترى مين مرشح يكمل لآخر الطريق؟ ومين المنتخبات اللي ممكن تفاجئنا؟ أكيد مش هاخدك لفة على ال 32 منتخب المشاركين في كأس العالم، لكن هفكر معاك مين أبرز المنتخبات، ومش هختارهم بمزاج، أنا هاخد اختيارات الجمهور. بيت 365 وده أكبر موقع مراهنات في العالم، ناس بتراهن على اللي هيكسب في البيسبول، التنس، السياسة، أي حاجة. ومن أشهر رهاناته مين هيشيل كأس الذهب في 2022 في قطر. في المركز التاسع بلجيك راهن عليها 1 من كل 16، الثامن البرتغال 1 من كل 16 برضه، قبلهم بولندا اختارها 1 من كل 12، قبلها ألمانيا في المركز السادس 1 من كل 10، والخامس أسبانيا 1 من كل 8، الرابع انجلترا راهن على هاري كين 1 من كل 7، والمستوى الثالث تخيل الارجنتين 2 من كل 13 راهنوا ان ميسي هيشيل الكاس. الثاني بطل العالم فرنسا 1 من كل 6 شايفين ان فرنسا هتحتفظ باللقب، واكتر منتخب الكل راهن عليه البرازيل 1 من كل 4، رغم ان البرازيل ما كسبتش كاس العالم من 20 سنه، لكنها هتفضل اكتر منتخب شال كاس العالم 5 مرات، والمدرب تيتي مأدي اداءات عظيمه سواء في التصفيات او المباريات الوديه اللي قبل كاس العالم مع لعيبه هايله زي نيمار وفينيسيوس جونيور واليسون، وطبعا رافينيا وريتشارلسون، زائد انهم في مجموعات فيها سويسرا وصربيا والكاميرون، يعني يتاهلوا بسهوله. بس الادوار اللي بعد كده هم طبعا منتخب جامد، بس معلش في اجمل، دول لسه خسرانين في 2021 من غيرهم التقليدي الارجنتين، اللي جايز نصيبها في الكاس يكون اعلى من المركز الثالث اللي اختاره المراهنين. الباحثين في شركه BCA ريسيرش، ودي شركه بتعمل ابحاث بشكل مستقل، يعني لو حد عايز يستثمر او يتاكد من نجاح استراتيجيه معينه بيخليهم يعملوا له الابحاث اللازمه. عملوا تقرير بيجمع بيانات من 192 ماتش من دور المجموعات بتاع كاس العالم و64 جوله من ادوار خروج المغلوب في كاس العالم 2006 و2010 و2014 و2018، ودخلوها على سوبر كمبيوتر عشان يدوا توقعات بناء على مهارات المنتخبات واللعيبه، ونشروا التوقعات دي بعنوان اهم التوقعات الغير مهمه. الكمبيوتر توقع ان الارجنتين هتوصل نهائي كاس العالم، والبرتغال وانجلترا هيلعبوا بعض في نص النهائي، والبرتغال هتكسب، وكريستيانو هيقابل ميسي في نهائي كاس العالم، وهينتهي الماتش تعادل، والارجنتين هتكسب بضربات الجزاء. كل ده اكتشفته لوحدك يا استاذ كمبيوتر؟ التوقع ده فيه حاجات منطقيه، زي ان الارجنتين حظوظها افضل من البرتغال في ركلات الترجيح. الاحصائيات لقيت ان الارجنتين في كاس العالم في المتوسط كانت بتسجل نسبه نجاح في ركلات الترجيح 77%، والبرتغال وصلت ركلات الترجيح مره واحده ضد انجلترا في 2006 سجلت 3 من 5، يعني نسبه 60%. الحاجه الثانيه الاهم ان منتخب الارجنتين من 2019 ما شاء الله، يعني 5 في عين اللي ما يصلي على النبي، ما خسروش ماتش، وكل الامال السنه دي متعلقه بميسي اللي حكينا حكايته مع كاس العالم في حلقه ما تنساش تشوفها. السنه دي واقعين في مجموعه مع المكسيك وبولندا والسعوديه، اختبار مش سهل، لكن الارجنتين قادره انها تتخطاه. بقول لك فازت على البرازيل في نهائي كوبا امريكا، لكن اللي مش منطقي في توقعات الكمبيوتر ان انجلترا الحقيقه لها حظ كبير في كاس العالم ده، ما نقدرش نستبعدها تماما من المرشحين لكاس العالم. انجلترا واحده من افضل الفرق من حيث المواهب الفرديه، كفايه ان بيقودهم هاري كين. فعلا المدرب جاريث ساوثجيت خاض موسم سيء في دوري ابطال الامم، ما فازش في 6 مباريات، لكن بيامل انه يتعافى من النكسات دي لما يلعب في قطر. فرنسا برضه حامله اللقب الاخير، بياملوا انهم يكونوا الدوله الثالثه اللي تحتفظ بكاس العالم بعد ايطاليا في 38 والبرازيل في 62، بنجومهم بنزيما ومبابي وبول بوجبا. لكن انا شايف الصراحه ان منتخب اسبانيا اندر ريتد جدا. ابطال العالم في 2010 السنه دي منتخب شاب وقوي، وقدموا ماتشات هايله في التصفيات ودوري الامم. فرقه لويس انريكي مليانه شباب موهوب، وانا متوقع يكونوا الحصان الاسود في قطر. برضه منتخب زي بلجيك اللي رغم انه منتخب مليان نجوم دي بروين وهازارد وكورتوا وغيرهم، الا انهم تراجعوا عن قمه تصنيفات الفيفا، لكن لعل الجيل الذهبي في 2022 يقدم اداء كويس. كذلك اورجواي بخبرتهم الواسعه، ادينسون كافاني ولويس سواريز. وعلى النقيض اعتقد في منتخبات كده منحوسه مهما تعمل، زي الولايات المتحده رغم حماس الشباب، وبولندا رغم قياده ليفاندوفسكي. قول لنا في الكومنتات شايف مين اكتر منتخب مؤهل يشيل كاس العالم، وما دام نزلت الكومنتات ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه. الخلاصه ايا كان مين هيشيل كاس العالم في قطر، فكاس العالم عمره ما هيخيب املنا في قدر المتعه والسسبنس اللي هنشهده. اشوفكم الحلقه الجايه عن اكتر كاس عالم مميز في التاريخ. سلامات.